السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عيالك ما بيحبوش صدر الفراخ زي ولادي، تعالي بقى أقولك على طريقة أكلة طبعا بيعشقوها، هي الدبابيس الفراخ. طبعا أنا ولادي بيحبوا الدبابيس الفراخ، بعملها لهم بقى بالبيض والبقسماط، بتبقى تحفة. طبعا احنا مش هنعمل بقى بيض والكلام دوت، عشان الحاجات دي غالية اليومين دول، البيضة ب3 جنيه، واحنا عايزين نعمل أكلة اقتصادية وتكون موفرة. خليكي معايا وانتي مش هتندمي. زي ما انتم شايفين كده، اول حاجة انا بفرم صدر الفراخ، واول ما بتتفرم كده انا عايزة اوريكم بس شكلها هيبقى عامل ازاي. مفرومة خالص، وممكن كمان بديلها ممكن تعمليها بلحمة مفرومة، بس احنا بندور على الحاجات الاقتصادية. انا عن نفسي انا بعمل الاكلة دي لولادي عشان هما ما بياكلوش صدر الفراخ، فبضطر احط صدر الفراخ دي في اي اكلة تانية. فان شاء الله يعني ما شاء الله عجبتهم جدا جدا، وان شاء الله هتعجبكم انتوا كمان. حطيت دلوقتي بعد ما فرمت الفراخ 3 بصلات. طبعا هفرمهم كويس جدا، وبعد كده هنزل عليهم الفراخ اللي احنا فرمناها. طبعا الطريقة ديت عشان اتأكد ان البصل مفروم كويس والفراخ كمان مفرومة كويس، يبقى الاتنين هيتفرموا كمان تاني مرة، بحيث ان ايه كلهم يختلطوا مع بعض ويتفرموا كويس. دلوقتي بعد ما فرمتهم هوريكم بقى شكلهم. بصوا، دي الفراخ بالبصل بقت ده شكلها. زي ما انتم شايفين كده، انا بقول لكم خطوة خطوة بحيث ان انتوا ايه تعملوها مظبوط وهتطلع معاكم تحفة. طبعا الفكرة ان احنا بنعمل دبابيس كدابة، بس دي بقى بالفراخ، وهنعملها بطريقة حلوة وتدينا كمية كبيرة قوي، ان شاء الله هتعجبكم قوي. زي ما انتم شايفين كده، انا عندي التوابل: فلفل اسود وملح وتوم باودر وبصل باودر وكمان توابل فراخ. وعندي هنا هاخد نص الكوباية بقسماط، لحد بس ايه العجينة ما تبقاش طرية قوي، اقدر اشكلها زي ما انا عايزة. زي ما انتم شايفين كده، وممكن كمان ازود بقسماط، يعني ازود شوية كمان لحد ما العجينة اعرف امسكها واشكلها. حطيت شوية كمان، يبقى كده انا واخدة نص كوباية بقسماط. هقلبها كويس جدا، وكده كده حلوة جدا، يعني كده تمام. عندي هنا حاطه نص كوبايه من الدقيق، 3 معالق من النشا، وحطيت التوابل. معلش عشان الجزء ده بحسبه بيتصور. حطيت كل حاجه، التوابل اللي احنا حطيناها في الاول، طبعا فلفل اسود وملح، وحطيت بصل بودر وتوم بودر، وحطيت كمان التوابل بتاعت الفراخ، بهارات الفراخ. ماشي كده، نفس اللي انا حطيتها في الاول انا حطيتها دلوقتي كمان، بس اللي كنت بحسب ان انا بصور يعني الجزء ده، معلش. دلوقتي بقى ايه، بحط ميه شويه بشويه، بحيث ان انا عايزه العجينه تبقى ايه سايله كده، ما تبقاش تقيله. ده بديل ايه، ده كفر اللي انا هعمل بيه الفراخ اللي عندي الدبابيس. عشان انا مثلا مش عايزه اجيب بيض، انا عايزه الاكله اقتصاديه، فالبيضه دلوقتي ب3 جنيه، فانا هجيب بيض ليه؟ لا، انا عايزاها اقتصاديه، فانا عملت ده بديل البيض. لو انت عندك بيضه بقى حطي. انا عندي هنا بطاطس مسلوقه نص سلقه، طبعا لازم تسلقيها، لو ما سلقتهاش مش هتستوي من جوه. تمام كده. جبتها وعملتها زي كمان زي الدبابيس. فكرة الدبابيس شكليها على ايه شكل الدبوس، ودي بقى يعتبر البطاطساية دي العظمة بتاعت الدبوس. بصوا عاملة ازاي، انتي طبعا هتعمليها احسن مني. شكليها بس بجد هتعجبكم قوي قوي قوي، واللي يجربها يا ريت بقى يقول لي عجبته، بس والله تحفة. دلوقتي بقى هعملها. بصوا زي ما انتم شايفين كده، ده بديل البيض اللي انا قلت لكم عليه. لو انتي عندك البيض اعمليها زي اللي يريحك، بس انا بحاول ان انا بقدر الامكان اعمل الوجبة بتاعتي اقتصادية. بنزلها على البقسماط بالشكل ده. بصوا هعمل بقى الكمية دي كلها بنفس الشكل. بصوا شكلها عامل ازاي، دبابيس دي بقى ولا مش دبابيس؟ هنبتدي بقى نقليها. بصوا بقى تحفة، وريحتها بقى جميلة، وبجد وفرت معايا كتير جدا.
كمية يعني صدر الفرخة ده ما شاء الله عمل كمية. بصوا ازاي، وعملت لهم بقى بطاطس وعملت لهم الرز. بصوا عدوا بقى، عدوا انتوا. يعني بصوا كل واحد بقى ياخد له 3 2 زي ما هو عايز. وعملت جنبها بصوا الرز. بصوا الكمية بتاعت صدر الفراخ ما شاء الله، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. عملت 16 دبوس. بس بصوا عامل ازاي، بصوا من جوه، بصوا الجمال، بصوا الحلاوة، الطعم تحفة بجد. بتمنى تجربوها ان شاء الله، باذن الله هتعجبكم قوي قوي قوي. ودي بقى اقتصادية، احسن من ان انت تجيبي الدبابيس نفسها وتقليها. يا رب النهارده يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسونيش بقى باللايك والشير وسبسكرايب. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.